السلام عليكم وتحياتي لكم كبيرة ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخبز ديال الطوست وكذلك البطبوط بعجينة وحده. كيف ما كتشوفوا خديت الدقيق الكامل القمح وفرينة بالنخالة ديالو، وخديت دقيق ديال الذرة، وخديت واحد المعلقة ديال العدس البلدي ديال المغرب ماشي ديال تركيا الاحمر، وخديت معلقة ديال الفول حتى هو بلدي. غادي نضيف حبوب ديال القطونة، وغادي نضيف الحبة السوداء حتى هي، شوية ديال الخميرة وشوية ديال الملحة. البنات انا راه كنعود نعجن حتى بالخميرة البلدية كنضيفها حتى هي. اليوم فقط اكتفيت يعني غير بالخميرة العادية صافي. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نعجن العجينة ديالي بالماء دافي عادي، يعني ما غادي نضيف حتى شي حاجة، يعني عجينة عادية. البنات اللي اول مره كيسمعوا بقطونه يدخلوا يعني يسمعوا المنافع ديالها، الناس يعني اللي عندهم القولون، عندهم تقرحات فيه او لا عندك المعده، راه زوينه ليهم. وحتى الناس يعني اللي عندهم البواسير، راه خطيره خطيره والله، كتعالج البواسير عن تجربه. كترفع من المناعه صراحه صدقوني. حاولوا دخلوا تصنتوا، اسمعوا الاطباء شنو غيقولوا لكم عليها. انا متاكده الا عرفتوا المنافع ديالها ما غاديش تخطاكم مزال. يعني انا كنحاول كنعجن بها اولا كنديرها في الحريره. المهم، والناس اللي بغاو ينقوا يعني المصران ديالهم، راه كاينه حتى النخاله، راه كتنقي لك المصران ما كتخلي فيك قبض، ما كتخلي فيك حتى شي حاجه. لا بالنسبه لهاد الحبوب يعني ولا حتى النخاله، كلهم بحال بحال زوينين. المهم كيف ما كتشوفوا انا قطعت العجينه ديالي، درت 3 ديال البطبوطات والباقي خليته يعني الخبز ديال الطوست. انا عيني ميزانيه لحقاش يعني فايته كنخدم هكذا بهذه الطريقه، يعني كنعجن العجينه بهذه الطريقه. المهم بالنسبه لكم نتوما، الا كان المول يعني القياس داك الصغير تقريبا كيهز بالنسبه لهذا الدقيق هذا قمح وفرينه، تقريبا كيهز لك كيلو الا ربع. سبحان الله ماشي بحال الدقيق يعني تاع الفرس كياخذ لك نص كيلو. هذا لا، خصوصا الا ضفتي الدقيق ديال الذره كيبغي لك كيلو الا ربع باش هكذا كيجيك مزيان مربع يعني من فوق حتى الفوق. الا درتي نص كيلو كيجيك هابط. وحتى في الطياب ديالو يعني الوقيته ديال هذا تقريبا نص ساعه. بالنسبه للدقيق يعني العادي كياخذ لك حتى 45 دقيقه. المهم كيف ما كتشوفوا انا راني دهنت يعني يدي بالزيت ودورتها عادي وجمعتها، ودرت لها شويه ديال النخاله دورتها فيها صافي. وغنديرها في المول، حاولت يعني نرشو بشويه ديال الزيت، نلوح فيه غير هذيك، هو راه ما غاديش يلصق، غير نلوح فيه شويه ديال النخاله وصافي. كنقرصو بحال هكذا صافي، وكنغطي عليه وكنخليه حتى كيخمر، حتى يطلع ليا يبقى واحد شويه صافي. كندخلو للفران تقريبا كيف قلت لكم انا ما كيفوتش تقريبا نصف ساعه، يعني 30 دقيقه فقط. وكيكون طاب، ما كنشعل كاع من الفوق، كنشعل الفران ديال الغاز غير من التحت، وكنلقاه هو هذاك فاش كيوصل 30 دقيقه كنلقاه محمر من الفوق ومن التحت. بالنسبه للبطبوط انا غادي نقرصو خصوصا هاد ديال المقله ما كيبغيكش يعني ديري فيه النخاله بزاف لحقاش كتحرق. كندير الدقيق ديال الذره هو باش غادي نقرص، وحتى التقراص ديالو ماشي بحال الدقيق يعني يعني العادي. هذا ما كيبغيكش تضغطي عليه بزاف، كيبان لي حساس هو يعني خصك شويه صافي وتحيديه وتحطيه، لان الا يعني قرصتيه بزاف كيجي رقيق وقاصح. بالعكس يعني الدقيق الاخر كتقرصي ومن بعد الا جيتي يعني ما قرصتيش مزيان تقدري فاش كطيبيه كيكون غليظ. هذا العكس ديالو، يعني خصك تخليه شويه غليظ باش يلاه كيجيك هو هذا. المهم انا الخبز ديالي خمر وغادي نطيبو دابا. كيف قلت لكم هذا انا بغيتو للغدا وهذاك بغيتو للكاسكروط والفطور. صافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه كيتنفخ كيجي هو هذاك. وكيف قلت لكم نتمنى تدخلوا تسمعوا المنافع ديال هذيك القطونه. واي حبوب تقدروا ديروها، ماشي بالضروره يعني ديروا غير هادو. كندير انا زريعه الكتان الجيجلان. المهم كنوع كل مره اشنو كنلوح، ولكن
ما نكذبش عليكم، هاد القطونة ديما كنرمي منها شوية في العجينة، دائما فيما بغيت نديرها، فيما بغيت نعجن كنرميها. المهم انا الخبز ديالي صافي راني طيبته، ودابا ها هو الخبز ديالي، صراحة كيجي طالع وتيجي زوين. ما فيها باس مرة مرة الانسان يدير شي حويجات يعني لصحيحته ولوليداتو. كيف ما كتعرفوا يعني حنا بزاف كنستعملوا شي حويجات اللي ما كينفعونا صراحة. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا راه مني طاب وخرجته من الفران درت عليه واحد الزويف، وغادي نغطيه باش هكذا يعرق ليا، باش ما يجي قاصح ولا شي حاجه كيجي رطاب. غادي نخليه حتى يعرق. يعني تقدري تصاوبيه مثلا بالليل وتخليه حتى للصباح كيجي مزيان، او بلا على الاقل تعطيه واحد ساعه حتى لساعتين بيد الماء، يعني فقط يبرد. انا غادي نخليه هكذا حتى يبرد ونقطعو معكم. هانتوما شوفوا هذيك العرقه كيفاش طلعت فيه، يعني راه تقريبا خليته انا على شي ساعه ونص، والبرد يعني الحال بارد. الخبز راه ما كتلقاوش عرقه ولا شي حاجه، العكس، فقط غير داك الزويف اللي كيكون من الفوق. وهذا هو الخبز ديالي كيف ما كتشوفوا. هانتوما شوفوا ديك الحبه السوداء، اما زرع هذيك الزرعه ديال القطونه ما كتبانش في الخبز بتاتا، يعني ما صراحه انا ما كتبانش ليا في الخبز عندي، فقط يعني هذيك الحبه السوداء هي اللي كتبان. شوفوا كي كيجي، صراحه كيجي زوين، يعني بلا حليب بلا حتى شي حاجه وكيطلع هو هذاك. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بواحد جيم، واللي عجبته القناه يقدر يشترك فيها، ونتمنى تبارطاجيوها بلا يسهل عليكم ما فيها بس تعاونوا معايا. وهذا هو الخبز ديالنا ديال اليوم، ودابا ما بقى ليا انا الا نقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.